مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض اسرع صينيه نجريسكو ممكن تجربوها. من الاكلات السهله والسريعه اللي لو صحيتي من النوم كده حسيتي ان الدنيا متلخبطه معاكي، تقدري تعمليها على طول بنص كيلو بانيه بس. تعملي غدا مشبع جدا وغدا لذيذ جدا، والاهم من ده كله انه بيعجب كل الاولاد. صينيه النجريسكو بتاعتنا النهارده هنعملها بمنتهى السلاسه ومنتهى السهوله، طعم ومذاق تحفه جدا. لازم تجربيها لو انت اول مرة اصلا يعني تعمليها، فكون دي الطريقة المثالية ودي الطريقة اللي هتسهل عليك الدنيا. الموضوع سهل وبسيط جدا، ما يخضكيش كلمة صينية نجريسكو ده يعني مكلكع او بتاع، لا سهلة خالص خالص. ونفس التكنيك بتاع صينية المكرونة البشاميل، بتختلف في حاجات بسيطة يعني. المكرونة اللي بنسلقها ما بتكونش مكرونة اقلام، بتكون مكرونة سباكيتي او مكرونة شرايط، اللي انت يعني اللي راحتك فيه يعني. بس انا بحبها بالسباكيتي اكتر. معانا هنا نص كيلو الصدور، عملناه شاورما. تبلته الاول ببصلايه بميه بصله وملح وفلفل وتوابل التتبيلات بتاعه البانيه. وبعد كده قطعت بصلتين كبار شوحتهم يا دوبك دبلوا بس، وبعد كده نزلت بالبانيه وعليه الفلفل متقطع. وطبعا حطيت طماطمايه متقطعه مكعبات بس طبعا شايلين القشر بتاعها، ومعلقتين صلصه مع ملح وفلفل وشطه وبابريكا وتوم باودر وواحدة مرقة دجاج. فطعم الشاورما فعلا مذاقه بينقل الصينية في حتة تانية خالص. وطبعا الحشوة بتبقى أهم من أي حاجة، الحشوة اللي هي عملناها دي. صدور الفراخ حلوة جدا في النجريسكو. طبعا بتكوني غاسلة البانيه نفسه بليمون. تمام. الموتزاريلا اللي هنستخدمها مع بعض النهاردة في وصفتنا موتزاريلا الحمد انالوج، حلوة جدا. بتدي مطة جميلة جدا جدا في النجريسكو او في البشاميل يعني، او المكرونة البشاميل. الموضوع سهل وبسيط، مش محتاج اي كلاكيع. احنا البشاميل زي البشاميل بتاع المكرونة البشاميل بالظبط. تحطي معلقة زيت وزبدة، علشان الزيت ليه بنحط؟ علشان ما الزبدة ما تتحرقش. يا دوبك بننزل بالدقيق يتحمر تحميرة بسيطة، وبعد كده نبدأ ننزل باللبن بتاعنا. نقلب كويس جدا. طبعا عايزة قوام البشاميل يكون ناعم خالص، تقدري تضربيه في الخلاط. بس انا عن نفسي ما بضربوش والله في الخلاط، انا بحس ان هو قوامه كده حلو جدا. وخاصة لما الصينية بتدخل الفرن كل المكونات بتندمج مع بعض. هنبدأ ناخد نص كمية الاسباجيتي بتاعتنا نحطها في الصينية كده، ونبدأ ننزل عليها بكبشتين بشاميل، علشان البشاميل يبقى متشرب في الصينية كلها. اهو هناخد من هنا كده كبشتين. انا كان بامكاني طبعا بالهاند بلندر او في الخلاط ان انا اضرب البشاميل، بس انا مش بحب زي ما بقول لكم اضربه. بحس ان هو قوامه كده حلو جدا. وكمان لما بيدخل الفرن القوام بيسيح خالص يعني. انا بحب برضو الحاجة تكون متماسكة شوية، مش متماسكة قوي يعني، لا متماسكة شوية. افتكر زمان اهالينا يعني ربنا يبارك في اللي موجودين ويرحم المتوفين، كان خرطة البشاميل دي كده تطلع سليمة كده، ما فيهاش حتى يعني وسبحانك يا رب سبحانك يا رب، طعمها كان بيبقى تحفة. والله انا في مكرونة كلتها وانا عمري صغير، والله العظيم يعني طعمها في بقي لغاية النهاردة. شوف كبرت وبقيت معدية 30 سنة وطعم المكرونة البشاميل اللي هي كانت بتطلع خرطة بخرطتها دي لسه في بقي. فأكل الناس بتاع زمان ده يا جماعة والله مهما هيدور بينا الزمن مفيش حد هيعرف يعمله، ولا حد هيعرف ينافسه. مهما التكنولوجيا خدتنا بينا لهنا ولهنا، ولا الوصفات خدتنا لهنا وهنا، لا يظل أكل أمهاتنا هو الأحلى والأجمل والأطعم والألذ والأخف. سبحان الله الأكل كان الواحد ياكله كده يحس بفايدة. دلوقتي الأكل مهما نعمل مفيش. بصوا أصلا منظر الشاورما يخطف القلب ازاي، مع الطماطماية ومعلقتين الصلصة مديها لون حلو قوي. لازم تجربوها بالطريقة دي. وطبعا أنا كان نفسي أصور معاكم الطريقة بالخطوات واحدة واحدة، بس الوقت ما كانش سعفني والله، فحبيت اشارككم الوصفة كلها ومكوناتها بتكون عبارة عن ايه، وازاي نطبق الصينية. الموضوع سهل يعني وبسيط. والله فعلا انا الوصفة دي ما كانش في دماغي ان انا اعمل غدا اليوم ده، وجالي ضيوف فكان عندي نص بانيه في الفريزر، رحت طلعته
وعلى طول كده كيسين المكرونه بس الاسباجيتي سلقتهم، ولعت على الميه اتسلقوا، بس في لحظه انا الغدا بتاعي جاهز، فاهمين؟ والبشاميل طبعا طلعت اللبن يفك، يا دوبك عقبال ما عملت البشاميل كانت المكرونه اتسلقت والخلطه اللي هي الحشينا بيها اللي هي الصدور بانيه، الصدور فراخ قطعتها وعملتها وخلاص كده الغدا بتاعك جاهز في اقل من 10 دقايق. نحط طبعا جبنه موتزاريلا في النص علشان لما تيجي تقطعي كده البشاميل يبقى من جوه كده ايه، بيمط معاكي ويدي طعم وقوام حلو قوي. طبعا باقي المكرونه دي مش هحطها كده في الصينيه، لا انا هفضيه بقى الباقي في الحله كده، وانزل عليه برضو بايه، بكبشتين مكرونه بكبشتين بشاميل علشان يفك معايا كده ويبقى ايه، المكرونه من جوه قوامها جوسي وحلو كده. الطريقه سهله ومتاخدش وقت خالص. هي مشكلتها اقول لكم عشان احقاقا للحق هي بتاخد مواعين كتير، يعني حلة البشاميل مع حلة المكرونة مع المصفى مع اللبانة، يعني مفيش برضو ايه حلاوة من غير نار. بس هبتدي بقى كده بعد ما احط كبشة البشاميل نقلب كله. ها، المكرونة عايزة اقول لكم هي مسلوقة طبعا، ما بتسلقهاش طبعا سلقة كاملة وتلات ارباع سلقة علشان بتكمل. لا اله الا الله. هيا على الفلاح. بس فالموضوع سهل وبسيط ما بياخدش وقت خالص والله. زي ما انتوا شايفين كده ابتدينا بقى نحط بقية الكمية بتاعتنا في الصينية من فوق اهو. بس وهنزل بقى ايه بالبشاميل كله على الصينية من فوق. الموتزاريلا بقى هنحطها امتى؟ هقول لكم هنحطها امتى. طبعا ما بحبش خالص احط الموتزاريلا في بداية اول سوا دي، يعني اول سوا دي لا خالص خالص خالص. بعد ما المكرونة تستوي وتاخد سواها الكامل في الفرن ببدأ اطفي الفرن واحط الموتزاريلا تسيح تماما، وبعد كده اولع على الشواية. خلي بالكو من التفاصيل دي عشان التفاصيل دي بتفرق والله صدقوني، كل تفصيلة بتفرق. عن ناس تحط الموتزاريلا دلوقتي تيجي بقى تكون المكرونة استوت والموتزاريلا استوت وجلدت، تيجي تاكلي تحس ان انت بتاكلي ورق او مجلدة كده من فوق الوش، لا مش حلوة خالص. فالاكل يا جماعة فن والله العظيم، 3 زيه زي اي حاجة بتقدري تبدعي فيها، مش مجرد بنعمل اكلة كده وخلاص. كل ما هتركزي في التفاصيل دي كل ما هتطلعي اكلة ولا غلطة. كل اللي هيدوقها فعلا بجد هيدعيلك يعني. بس نزلنا بقى بكمية البشاميل اللي باقية ونوزعها كده على الوش كويس. وزي ما بقول لكم انا ما بحطش الموتزاريلا دلوقتي خالص خالص خالص. ندخل الصينية في الرف الاوسط على درجة حرارة متوسطة برضو علشان تاخد سواها على مهلها. وعامة اي نار هادية بتسوي الاكل سوا حلو جدا، عن ما النار تبقى عالية بيتحرق وما بيبقاش واخد السوا بتاعه الحلو. تمام. وتحطيها في الرف الاوسط تستوي خالص على مهلها. وبعد ما تستوي هنا نجيب منديل كده ونحاول نمسح الاطراف عشان الصينية بتاعتنا لما تطلع من الفرن يكون شكلها ايه، شكلها حلو ومنسق. طبعا الصينية دي مقاسها كبير يعني ما شاء الله مش صغيرة، تقضي اكل مثلا ل7 افراد او 8 كمان، لان ما شاء الله الخرطة هتبقى كبيرة وانا مالية الصينية يعني مش عاملة حتى الطبقات قليلة، لا الطبقة الواحد هياخدها كده مشبعة جدا. وبنص كيلو بانيه وكيسين مكرونة عملتي احلى غدا، وكيلو لبن يلا عشان الناس هتقولي طب امال البشاميل، وكيلو لبن، كيلو لبن ب35 جنيه مش حاجة يعني. بس كده هناخدها بقى ونوديها فين، نوديها على الفرن. يلا بينا وتستوي تمام. وبعد كده نطفي الفرن ونرش الموتزاريلا، وبعد كده نولع الشواية اخر 5 دقايق وتكوني فاتحة باب الفرن عشان تتابعيها وما تتحرقش منك. يلا بينا نشوف الحلاوة بقى. طبعا مهما هقولكوا المنظر شرح نفسه،
عايزة اقول لكم الريحة كانت تحفة تحفة تحفة. الطعم والله العظيم مش هوصف، انتوا جربوها وقولوا لي الطعم معاكم عامل ازاي. بس طبعا ما تفتكسيش، واعملي نفس الطريقة دي كده بنفس الخلطة بتاعة الشاورما، بنفس خلطة البشاميل بكل حاجة، وانت هتعملي احلى واطعم صينية نجرسكو ممكن تجربيها. هبدأ اخد الجزء ده كده الاول علشان ايه، بغرف بقى خلاص. بصوا الجمال، بصوا الطعامة، بصوا البخار طالع ازاي، سخنة لسه طالعة من الفرن حالا. هنا هو من غير فلتر، بصوا بقى يعني المنظر شارح نفسه، المنظر شارح نفسه على الحلاوة والطعامة والجمال. مفيش بعد كده والله، حرفيا اتنسفت الصينية. ما الله اكبر، بسم الله ما شاء الله كبيرة، بس زي ما بقولك عشان كان عندي ضيوف. فبألف هنا وشفا للي كل، وبألف هنا وشفا للي هيجربها. يا رب تنول اعجابكم، يا رب تكون كده الوصفة سهلة وسريعة وخفيفة. اهم حاجة الاكل لما يكون خفيف وما يكون معمول بحب، صدقوني بتفرق جدا والله العظيم. يعني الحمد لله، وانتي واقفة بتعملي الاكل احتسبي اجرك وثوابك عند ربنا، وصدقيني ربنا هيديك الصحة وهيديك العافية وهيرزقك وهيعوضك. ولهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. اتمنى يكون نال اعجابكم، واشوفكم في وصفة جديدة وفي فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.